كيبدا الفيلم ديالنا في وسط غابه في الليل. تما غادي نشوفوا واحد البنت الجسم ديالها كامل كينزف بالدم وهي هربانه وكتبان بحال اللي خايفه من شي حاجه تابعاها. شويه خرج واحد الراجل مغطي وجهه هجم عليها وبقى كيخشي فيها الموس حتى طاحت للارض. واخا هكاك البنت كانت مازال عايشه وبدات كتزحف باش تهرب منه، ولكن هو ما رحمهاش. هز واحد الشاقور كبير نزل عليها بيه حتى تقسم الجسم ديالها على جوج. في الصباح وفي نفس البلاصه في الغابه كنشوفوا واحد الراجل باين عليه كيقلب على بنته. غير شويه د الوقت لقى الاثار ديال الدم. هو تخلع على بنته بزاف وشك يكون شي حيوان مفترس كلاها في الغابه. من بعد سمع شي خطوات قرابين منه، فاش شاف لقى جوج بنات كيدوروا في الغابه. وحده منهم كانت سميتها بان والثانيه جيسيكا. واللي غريب هو ان الراجل بقى كيشوف فيهم شوفات غراب كيخلعوا. في جهه اخرى كنشوفوا راجل سميتو مارك ومرتو صوفيا، حتى هما جاو لنفس هاد الغابه باش يدوزوا وقت زوين مع صحابهم، خصوصا ان مارك كانت عنده مشاكل في الخدمه وبغى يبدل الجو ويرتاح شويه من الصداع. اما البنت بان وصاحبتها جيسيكا فكيبان عليهم فرحانين وعجبهم الحال، خصوصا ان الجو في الغابه زوين والصوت ديال الطيور كيغردوا في كل بلاصه. ولكن مساكن ما كانوش عارفين شنو كيتسناهم في هاد الغابه المشؤومه. المهم بان عيطت لصديقها بين وعلمته باللي هي وجيسيكا قربوا يوصلوا للبلاصه اللي اتفقوا عليها. الدري بين جاوبها وقال لها باللي حتى هو قريب يوصل عندهم. وقبل ما يقطع الخط وصاها ترد البال حيت الغابه عامره بالحيوانات المفترسه. هي جاوبته بالضحك وقالت له ما تخافش انا معايا جيسيكا، الا شافوها الحيوانات هما اللي غادي يخافوا منها. من ناحيه اخرى ماركو وصوفيا كانوا مازالين غاديين في الغابه. بالمناسبه هما دايرين مع البنت بان وجيسيكا باش يتلاقاو في بلاصه وحده ويخيموا كاملين مجموعين. وهما في الطريق مارك جات عينو على واحد الراجل هو ومرتو حتى هما مخيمين في الغابه. هو هاد اللحظه ارتاح وعرف باللي البلاصه امنه وما عندهم مناش يخافوا. في نفس الوقت وصلت عليهم بانو جيسيكا مر مده طويله من التقلاب. دابا بقى ناقصهم غير الدريبين اللي حتى هو جاي في الطريق وما بقى له والو ويوصل. اما السائح اللي مخيم مع مرته فكانوا جالسين مستمتعين بالغابه. واحد اللحظه الراجل ناض باش يقضي حاجته بعيد على الخيمه. غير شويه د الوقت سمع مراته كتغوت. هو بالخلعه مشى كيجري باش يشوف مالها، ولكن كاع ما لقاها حدا الخيمه. فاش دور راسو غادي يتصدم بواحد المنظر خايب. مرته مسكينه كانت مقتوله في جنب الشجره. الراجل مسكين ما جا فين يستوعب هذا الشيء حتى نزل عليه القاتل بالشاقور راسو صفاها ليه حتى هو. في جهه اخرى كنشوفوا الصحاب نصبوا الخيمه ديالهم وقادوا الجلسه. في هذا الوقت الدريبين كان مازال في طريقه لعندهم بالبيكالا. شويه تجرات قدامه سلسله طويله وهو بلا ما ينتبه داز فيها طيحاته على وجهه في الارض. بين في الاول شك في صحابه يكونوا هما اللي ضحكوا معاه وداروا فيه هذا المقلب، فبدا كيغوت عليهم بصوت مجهد وقال لهم هذا راه ماشي لعب، انا اصلا داير موس في جيبي واللي جا لعندي ما غاديش نعقل عليه. في هاد اللحظه سمع الصوت ديال القاتل موراه كيقول له مالك كتغوت وداير الصداع. بين ما جا فين يدور راسو حتى كان القاتل نزل عليه بضربه طيحو في بلاصتو. اما البنت بان منين شافت صديقهم بين تعطل وما بقاش كيجاوب في التليفون خافت عليه. هي جمعت الوقفه ومشات كتقلب عليه راسها في الغابه. في واحد اللحظه سمعت الصوت ديال شي تليفون قريب منها. فاش قلبات كتفاجئ بالتليفون ديال بين طايح في الارض، ولكن بين ما كاينش ليه الاثار. هنا البنت بان زاد تخلعت عليه كتر، فمشات كتجري على صحابها وقالت لهم اكيد بين غادي تكون وقعت له شي حاجه خايبه. صحابها بداو كيهدنوا فيها وقالوا لها ما تزيديش فيه، راه الغابه امنه وما غادي يكون وقع له والو، يمكن غير التليفون طاح له من جيبو وهو غادي فوق البيكالا. داكشي علاش ما بقاش قادر يهضر معنا وتلف على الطريق. واصلا دابا طاح الظلام ما غاديش نقدروا نقلبوا عليه، خلينا ندوزوا هاد الليله هنا وغدا في الصباح غير نفيقوا نبداو التقلاب. فعلا داكشي اللي كان. هما اتفقوا باش يبقاو في هاد البلاصه حتى الصباح. في الليل منين كانوا جالسين كيهضروا صوفيا قالت لهم باللي هذه 20 عام وقعت واحد المجزره خايبه في هذه الغابه. هما سولوها على اش من مجزره كتهضري، وهنا صوفيا بدات كتعاود لهم القصه. قالت لهم كان واحد الفلاح عايش هو وعائلته في الغابه. هذا الفلاح في واحد الوقت بدا كيسمع شي اصوات شيطانيه كيحرضوه باش يقتل مرته. هو في الاول ما كانش دايها فيهم، ولكن مع المده بداو كيأثروا عليه حتى لواحد النهار هجم على مرته بالشاقور قتلها وزاد جبد المصارن ديالها كلاهم حتى هما. واللي خايب كتر هو ان بنتهم الصغيره كانت تما وشافت كل شيء قدام عينيها، وباش ما تهدرش وتفضحو شدها حتى هي وقطع لها راسها بلا رحمه.
مرشيه مات. البوليس غادي يلقاو الجثه ديال داك الفلاح معلقه ومضروبه بالموس، واللي غريب هو ان الناس كيقولوا بلي هذا الفلاح مازال عايش حتى لدابا، ولكن كيبان غير في واحد الوقت في العام وكيولي غبر عاوتاني. وعلى ما كيقولوا الناس راه تحول ولا كياكل اللحم ديال البشر باش يبقى عايش. البنت بان غير سمعت هاد الهضره زادت خافت على صديقهم بين، ولكن صوفيا بدات كتهدنها وقالت لها تقدر تكون هاد القصه ماشي حقيقيه وغير اسطوره، اصلا ماما كانت كتعاودها لي غير باش نخاف وما ندخلش للغابه بوحدي. الصدمه هي ان الفلاح في هاد الوقت كان واقف قبالتهم وحاضيهم من البعيد وكيتسناهم غير فوقاش ينعسوا. في الصباح فاش فاقت البنت بان كتفاجئ باللي كاينه غير بوحدها في الخيمه وصحابها كاع ما كاينين. هي بدات كتعيط عليهم بحال رجهدها ولكن حتى حد ما جاوب. شويه بانت صوفيا وقالت لها ما تخافيش انا مشيت غير نجيب الماء ورجعت. بان سولاتها فين هما صحابنا الاخرين. صوفيا جاوبتها ما عرفتش، انا فاش مشيت خليتهم كاملين هنا. في هذه اللحظه البنات بجوج اتفقوا باش يمشيو يقلبوا على صحابهم حيت خافوا تكون وقعت لهم شي حاجه خايبه. دابا غادي ننتقلوا للدار ديال الفلاح اللي سمعنا قصته. تما غادي نشوفوا ماركو وجيسيكا ومعاهم حتى الدريبين وكاملين مكتفين في الزريبه ديال الغنم. هما بداو كيحاولوا يفكوا راسهم باش يهربوا. واحد شويه دخل عليهم الفلاح وكان هز في يدو الشاقور ديالو. في هاد اللحظه بين بقوه الخلعه دار راسو ميت، ومارك حتى هو حنا راسو باش يبين باللي صافي ما بقاش قادر يستحمل. اما جيسيكا فتشجعات وبدات كتطلب السيد باش ما يقتلهاش حيت هي غير بنت ضعيفه، وفي نفس الوقت بدات كتمدحو وقالت له انت باين راجل مزيان ماشي شرير باش هكا يطلقها ويخليها تمشي. هو جاوبها وقال لها عندك الحق، حشومه عليا نقتلك انتي، انا خاصني نهزك فوق كتافي. موراها هز يدو حتى للسما وضرب السلسله اللي مربوطه بها هرسها. من بعد هزها فوق كتافو وداها لواحد البيت غادي يكونوا فيه بوحدهم. تما بدا كيختار بين الادوات القتل اللي عنده. واحد شويه هز المقص وقرب منها. جيسيكا فاش شافت المقص بالخلعه سولاتو واش انت حلق وباغي تقطع لي شعري. هو جاوبها وقال لها على هاد الضحك ديالك غادي نبدل المقص. وفعلا مشى اختار واحد المنجل وجا عندها قال لها وجدي راسك غادي ناكلوا انا وياك واحد الكبده بنينه. قبل ما يكمل هضرته فتح لها كرشه بداك المنجل، وفي مشهد كيصدم جبد الكبده وبدا كياكلها وهو مستمتع. موراها رجع عند مارك فكو حتى هو وداه معاه. هنا الدريبين فهم شنو واقع وعرف باللي نوبته قريبه غادي تجي. تما هو بدا كيحاول بجهده كامل يفك راسو وفعلا قدر يديرها. من بعد هز الشاقور ديال القاتل ومشى كيتسلت باش ينتقم منه ويصفيها ليه. في جهه اخرى القاتل كان مجلس مارك فوق واحد الكرسي وواقف قبالته بالشاقور كيشوف فيه. مارك مسكين عيا ما يطلب فيه باش ما يقتلوش، ولكن القاتل كاع ما رحمه ونزل عليه بداك الشاقور صفاها ليه حتى هو. وباش يحافظ على الاعضاء ديالو من الدبان كان كيديرهم في وسط القراعي ديال الزاج وكيسد عليهم باش هكا يرجع ياكلهم من بعد. اما الدريبين فكان مازال كيقلب على الطريق باش يخرج من هاد الدار المشؤومه. هو بقى غادي كيتسلت حتى دخل لواحد البيت مهجور وتما لقى واحد البلاكار. فاش فتحوه تصدم بزاف ديال القراعي عامرين بالاعضاء البشريه. بين هنا هز وحده من القراعي وبدا كيكتشف شنو فيها. واحد شويه سمع الصوت ديال القاتل قريب منه. هو بالخلع رمى القرعه من يدو طيحها في الارض وبالزربه هرب من تما. وهو غادي هربان لقى قدامه واحد الصندوق كبير. هاد الصندوق كان كيخرج منه الصوت ديال شي حد كيتألم وكيطلب اللي يعتقو. في هاد اللحظه بين بغى يفتح الصندوق باش يعرف شكون تما، ولكن منين سمع القاتل جاي هرب وتخبع. القاتل غير دخل وسمع الصوت ديال الشخص اللي كيتألم في الصندوق بدا به هو الاول قتلو بالشاقور باش هكا يتهنى منه في مره وما يبقاش مصدع له راسو. اما بين فهو كان غير قريب منهم وكون دار شي حركه بسيطه كان القاتل غادي يحس به ويصفيها له حتى هو، ولكن من الزهر بقى شاد في راسو حتى مشى القاتل. موراها بين حل الصندوق باش يعرف شكون فيه. تما غادي يتفاجئ بواحد السائحه كانت حتى هي مخيمه في الغابه، ولكن دابا ماتت واللي عطى الله عطاه. في هذا الوقت بين عاوتاني حس بالقاتل جاي جهته فناض كيجري باش يهرب منه، ولكن من الزهر العوج لقى قدامه حيط مسدود والقاتل واقف موراه. هنا القاتل قال له انا واخا شديتك ما غاديش نقتلك بالشاقور. فعلا حط الشاقور في الارض وبدا كيضربو بيديه الوجه حتى هرسولو. في هاد اللحظه الدريبين طاح مغيب في الارض وحتى هو خدا نفس المصير اللي خداوه صحابو من قبل. دابا غادي نمشيو عند البنت بانو صديقتها صوفيا. مور وقت طويل ديال التقلاب اخيرا وصلوا للدار ديال
القاتل. هما دخلوا على اساس انها دار ديال الناس عاديين وبغاو يطلبوا المساعده منهم، ولكن كيتفاجئوا باللي الدار مهجوره وباين ما ساكن فيها حتى حد من سنين هادي. المهم البنات جلسوا يرتاحوا ويفكروا شنو غادي يديروا. بان قالت لصوفيا غير خليك انت في الامان هنا، انا غادي نخرج على برا نقلب على الريزو باش نعاود نتصل بهم مره اخرى. في الوقت اللي صوفيا كانت جالسه بوحدها سمعت واحد الصوت غريب. هي بقات متبعه الصوت منين جاي حتى وصلت لواحد الفتحه كاينه في الحيط. بقوه الفضول اللي فيها دخلت منها باش تكتشف شنو كاين. وهي غاده في الطريق واحد شويه خافت وحست بالخطر، فبدات كتعيط على راجلها مارك. وهذا كان اكبر غلط دارت، حيت خلات القاتل يسمعها وفرح بزاف حيت فريسه اخرى جات لعندو برجليها بلا ما يتعذب. المهم صوفيا بقات غاده حتى دخلت للزريبه. واحد شويه كتفاجئ بالخيال ديال القاتل جاي لجهتها وهز في يدو شاقور. هي بالزربه هربات وتخبعت مور واحد الكومه ديال الخش. من الظاهر انها قدرت تحبس النفس ديالها، وبهكا القاتل ما شافهاش ومشى بحاله. مورها صوفيا خرجت كتسلت وفرحانه حيت نقدت راسها في اخر لحظه، ولكن الفرحه ديالها ما كملاتش حيت القاتل عاود خرج من تحت الخش وشدها وقال لها واش انت حمقى حسابك انا مشيت بهاد السهوله. في هاد اللحظه جبد السيف وخشاه في كرشها حتى صفاها ليها مسكينه. البنت بان في هاد الوقت كانت غير قريبه من الدار وتما سمعت الصوت ديال صوفيا فاش غوتات. هي دخلت كتسلت لجهه الصوت وتما غادي تصدم بالقاتل هز الجثه ديال صوفيا بالخلعه، تخبعت باش ما يشوفهاش. واحد شويه رجعت طلات فلقاتو هز الرجل ديال صاحبتها وناوي ياكلها. تما القاتل حس باللي شي حد كيراقبو. هو داك الساعه مشى لجهه الباب باش يشوف شنو كاين، والمشكل ان البنت بان كانت قريبه منه بزاف. كون تحركات ولا دارت ابسط صوت كان غادي يشدها ويقطعها حتى هي كيف ما دار لصحابها، ولكن من الظهر ما شافاش ورجع يكمل التقطع ديال جثه صوفيا. مور وقت قصير البنت بان حسات بشي حد حط لها السلاح فوق راسها. المفاجاه ان اللي حط السلاح صدق نفس الراجل اللي كان كيقلب على بنته في الاول ديال الفيلم. هو امرها باش تسكت وتشوف قدامها وتمشي في الطريق اللي غادي ينعت. منين بعدوا على القاتل هي سولته شكون انت وشنو بغيتي مني. السيد جاوبها وقال لها انا اب وكانت عندي واحد البنت في العمر ديالك، ولكن هاد المجرم قتلها وحرمني منها. من داك النهار ما بقيتش قادر ننعس مرتاح. هادشي علاش جيت لهنا باش ننتقم منه ولا نخليه يقتلني حتى انا ونتهنى من هاد العذاب. ولكن انتي شنو جيتي ديري هنا؟ بان جاوباتو انا جيت لهاد البلاصه باش نقلب على صحابي. هنا الراجل بدا كيستهزئ بها وقال لها واش من نيتك باغا تنقدي صحابك؟ راهم غادي يكونوا ماتوا وشبعوا موت، من الافضل ليك تهربي بجلدك قبل ما تلحقي عليهم حتى انتي. هي جاوباتو وقالت له انا ما غادي نمشي من هنا حتى نشوف صحابي. السيد قال لها واخا انا غادي نوريك البلاصه فين كيحط القاتل الجثث. داك الساعه انتي وزهرك اما تلقايهم عايشين واما تلقايهم صافي قتلهم وماتوا. في هذا الوقت وعلى غفله خرج فيهم القاتل وهما بجوج بهم هربوا لواحد البيت وتخبعوا فيه. تما الراجل بقى شاد الباب بيديه باش ما يدخلش عليهم القاتل، وفي نفس الوقت عطى للبنت بان السلاح وعلمها باللي فيه غير قرطاسه وحده باش ما تضيعهاش. واحد شويه السفاح بدا كيحاول يطعنو بالسيف مور الباب. انا الراجل طلب من بان تهرب، اما هو فقرر يضحي براسو ويتواجه مع القاتل ويلاهيه. فعلا غير مشات بان دخل القاتل من باب اخرى. الراجل هنا كان باين عليه ما خايفش منه حيت اصلا هو ما بقى عنده ما يخسر، وبالنسبه ليه حياته تسالات من نهار ماتت بنته. هو بدا كيستفز القاتل وكيقول له يلا الخواف قتلني حتى انا كيف ما قتلتي بنتي، ها انا حداك يلا تشجع وقتلني. وللاسف القاتل دارها له على قد فمو فخشى فيه السيف طيحو ميت. في هذا الوقت البنت بان وصلت للبيت اللي مخبع فيه القاتل الجثث. تما هي تصدمت من المنظر ديالهم اللي كيخلع. هي بقات غاده في وسط منهم مخلوعه وكتقلب على صحابها حتى لواحد اللحظه فين لقات بنت مازال عايشه. هاد البنت غير شافت بان بدات كتغوت وكتطلب منها باش تنقذها. بان حاولت تهدنها باش تسكت قبل ما يسمعهم القاتل ويجي يصفيها لهم بجوج، ولكن البنت ما بغاتش تسكت وبقات غير زايده في غواتها. في هاد اللحظه وكيف ما متوقع دخل عليهم القاتل. تما بان هربت بالزربه من الباب اللوراني قبل ما يشدها. هي غير شافت الخيال ديالو تابعها بدات كتستعد باش تقتلو بالقرطاس اللي عندها في السلاح، ولكن هو قدر يغفلها وهجم عليها قبل ما تيري فيه وبقى كيضربها لوجهها بحر ما في جهده حتى رجع كله عامر بالدم. من بعد لحى في الارض حدا السلاح وجبد الموس ديالو باش يقتلها به كما الاخرين. في هاد اللحظه جا الدريبين اللي كان مازال عايش هجم على القاتل ودافع على صديقته بان.
هربان، ولكن القاتل كان قوى منه. هو بدا كيدخل له الكروشيات في وسط كرشو وكيعاود يخرجهم. هنا بان استغلت الفرصه، هزت السلاح تيرات فيه واخيرا قتلاته وتهنات منه. من بعد مشات كتقلب على صاحبتها جيسيكا ولكن تصدمت بها مقتوله، والاعضاء ديالها مسكينه كاملين محطوطين حداها في واحد المنظر خايب بزاف. مور هادشي البنت بان اخيرا قدرت تخرج من ديك الدار المشؤومه. هي بقات غاده في الغابه كتجري حتى وصلت للطريق، فلقات قدامها واحد الطوموبيل. مول الطوموبيل غير شافها خرج بالزربه عندها، وكان كيحسبوا باللي شي حيوان مفترس في الغابه هو اللي دار فيها هاد الحاله. المهم الراجل ركبها معاه وبقاو غاديين مسافه طويله. في هاد الوقت بان عيات ونعسات في الطوموبيل. غير شويه الراجل فيقها وقال لها حنا من قبيله غاديين ولكن هاد الطريق ما بغاتش تسالي، وحاس باللي حنا كندورو وكنرجعوا لبلاصتنا. وزاد طلب منها تبقى في الطوموبيل، اما هو بغى ينزل باش يسول مالين هاد الدار يوريوهم الطريق منين يمشيو. البنت بان في هاد اللحظه حسات بالخطر. هي نزلت وقالت له من الاحسن بلا ما تمشي، حيت اصلا هنا ما كاينينش الناس ساكنين، يلا نرجعوا نركبوا في الطوموبيل ونمشيو بحالنا. وما جات فين تكمل هضرتها حتى خرج القاتل مور الراجل وصفاها ليه. هنا البنت بان دخلت للطوموبيل بالزربه باش ديماريها وتهرب، ولكن لقات ان السوارات بقاو في الجيب ديال مولاها. في هاد اللحظه القاتل حل عليها الباب وقال لها ما عندك فين تهربي مني. تما هي دفعته برجلها على برا. من بعد خرجت من الباب الاخرى وبقات غاده في الغابه كتجري وهربانه. من الظهر ان القاتل ما كانش قادر يجري بسبب داك القرطاسه اللي ضربته بها. المهم بان وصلت لواحد الفوريان عامر بالطوموبيلات قدام. في نفس الوقت القاتل حتى هو وصل، فبقى كيقلب عليها في وسط داك الطوموبيلات. شويه بان جات موراه وبدات كتنزل عليه بواحد الحديده حتى طيحته للارض، فما بقاش قادر ينوض. هي هنا استغلت الفرصه وطلعت بالزربه لديباناج فوق منه طوموبيل، وقبل ما يوقف القاتل طيحت عليه ديك الطوموبيل عجناتو بيها. وهاد المره نقدروا نقولوا انها تهنات من القاتل ديال بصح، واخا هكاك حست ان الشر ديال القاتل مازال كاين، وان هاد الغابه فيها لعنه مازال غادي تعيش الناس في الرعب. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.